اما بی یک تنگی بی یک حلوسته بی یک سکنه دکا دسته منشور آنین سراکاتی نشور هم مساجه هن نابه دسته منشور آنین سراکاتی نشور نشانه سر کفتنه اگام همه شرمزار بکن او شهيد المفكر الوطني لمردين ميراثك ما راهيش نروح القانون سربي براسي سبع سلام خوشيان بكن او بلانه دشمن تفصل ريبرتي بلش هدوك بس شهيد هدايا معنوية بيجي لها حصلوكاتية تراتيجي فيها ديمقراط بيده اونو بريز حوال عدد خريبية كلنكن برخدانية كديروكي دي مشاندن لبرانبري كومبروگران جبو والا درخستنا و كومبروي ايرو روش لجهان كردستاني لامراليه لقادن تكوشين تبعي كردستاني لحمد ورين ولاد ودربي ولاد برخدانية كديروكي دي مشاندن هم برخدانية سروقاب و پیروز دکن و تأكيد دکن قوه برخدانیه نهش کو او قوم رو بگی ارمان جا خواه و او والا درخست تبی کو هینا او هبونا گل مهدر بگرن هینا او دخوازن سرو کاپو برطرف بکن دریا تجری دیره دورخستون و خودکرنا ویجی گلوی
لديسا او كومبلو نكش درمان جاخوا بصايا برخدانيا ديروكي يا سروكا بوغول امراليه ديار كريه ام ديسا برخدانيه بنابه وسلاف دكن وكن زانين ارمان جاوه بوقتيه في كومبلو ابو قدريا ويره قال كرد وقال ترك برا هردن شركي بيضاوي دهرمه لبلن دست بكرن ونتني نبرا كردا وتركان ده تباي روشلاتا نابين خاصن دريا في كومبليره مداخله يوبكن او ناكوكين مزنو ديروكي درخن بيش جخا جروجاغو كومبلو دست بكر حطانها شر جهان اسيامين دست بكريه وناغن دور بدور در باسبو وارمان دابي شري ارمان دابي كومبلي كلمة تنبكن تكوشنا آزادية تنبكن او تباي قلن هرمي برا هردن واثبات ويجي انا ايو روشتين جيان كرن ناكوكيو برزكريكو شرن قولوا روجلاتا ناوين تين جيان كرن هم دبينن ويجا غيجي سروكا بو بالك شانسر بي مجاري وقوت ببيدر كتنا من جروجلاتا ناوين بدسته کرنا به کمپله و به واژه که نور روزلاتا نوین دسته بکر دخوازند شخص من را دریا من را بناب حجت از بو سروکاپو دخوازند به حجت لروزلاتا نوین شر و بلچونان درخن ایرو روش پشتی گو او دور دفارا درکتن به شوازن جدا بناب حرمه ده به واژه جدا دانه دست بکرن سدما سرکه یا وان برزگریکان او اصرار به سیستمی لسر گرتنان پیشیا پرادیگمیا گریبرا بو پیشکش کرد کنگرستان ولو رهبری کوردیناسیون روزنامه یا کنگرستان هوان شیراز همو بلا کرنکی من هنا من ساحة المقاومة الحية من الحناجر التي تهتف بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة من هنا من صرخات الأمهات اللواتي ينادين بالحرية والديمقراطية
وقامت بالاعتقالات لمجرد أن ينطق الفرد إن كان رجلا أو امرأة بكلمة الحق أو الحرية والديمقراطية. فعن أي حرية يتحدثون؟ وعن أي تمكين للمرأة يتحدثون؟ وها نحن نشهد سياسة الإبادة تجاه المرأة بكل أنواعها وبكل أنواع العنف. هم يتمنون أن دائما أن تعيش حالة العبودية. فهيهات لهم لهذه القوى المتآمرة التي قامت بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، ظنا منهم أنهم بذلك سوف يقضون على إرادة المجتمعات وإرادة المرأة بالدرجة الأولى. ولكن نقولها ثانية: هيهات لذاك العدو أن يصل إلى مأربه. فإرادة المجتمع والمجتمع الذي تغذى ببراديغما القائد عبد الله أوجلان لن يتم إمحائه بهذه السهولة وبهذه المؤامرة. وأيضا المرأة هيهات لهم أن يقوموا بكسر إرادة المرأة. فها هي تسطر أروع الملاحم في البطولة والمقاومة والنضال. فهيهات لهم لذاك العدو، لن يصلوا إلى مآربهم. هذا الشعب الذي ينتمي إلى ثقافة أصيلة وإلى حضارة عظيمة وإلى قيم مجتمعية هم من حافظوا عليها. الشعوب الآن الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية، الشعوب التي ما زالت الآن تقاوم ضد هذه الأنظمة هي نفسها التي تمارس الأمة الديمقراطية، وهي نفسها التي تمارس العيش المشترك، وهي نفسها التي تنادي بحرية المرأة. هذه هي البراديغما، هذه هي براديغما القائد عبد الله أوجلان، قد ترسخت في أذهاننا وتربعت في قلوبنا. وها نحن خير رسالة لتلك القوى الدولية المتآمرة، بدليل الوقفة الصامدة التي يبديها رجال ونساء شمال وشرق سوريا. اليوم هي الذكرى المشؤومة لاحتلال رأس العين وتل الأبيض. نعم، في هذا اليوم تتبدل صورة أخرى من صور أهداف هذه القوى في المنطقة. لقد تتالت صورهم للعيان وقد فضحت حقيقتهم للعيان، وهذا كله بفضل نضال ومقاومة أبناء وبنات شعوب شمال وشرق سوريا، كردا وعربا وسوريانا وأرمنا وتشركسا وغيرهم من المكونات. هذه اللحمة الوطنية هي المطرقة التي تدك عروشهم، عروش الطغيان والاستغلال، وبها سندك عروشهم إصرارا منا على الحياة الحرة الكريمة. فهذا الشعب ترعرع منذ بداياته في المنطقة على أن يعيش حرا كريما، ولن نتنازل عن هذه الأهداف مهما كانت حجم المؤامرات. لقد أفشلنا هذه المؤامرة الدولية بحق القائد، لقد أفشلناها بمواقفنا ونضالنا ومقاومتنا وصمودنا. إن نظرنا إلى المنطقة وإلى مجرياتها فسنرى أن خير حل لهذه الأمور، خير حل لإنهاء الحروب والصراعات هي فلسفة القائد عبد الله أوجلان. وإذا أمعنا النظر في مناطق شمال وشرق سوريا وإلى السوية التي وصلتها المرأة سندرك تماما أنها خير من رسخت الديمقراطية والحرية والسلامة. هذا المشروع الذي يجب ترسيخه في منطقة الشرق الأوسط. إننا وبحضوركم نستنكر